في ليلة صعبة هنا حيث تتساقط الثلوج راح تلعب هذه المباراة. ترقب كبير لما سيحدث هنا وكيف سيكون شكل الأداء في الملعب في ظل هذه الظروف المصاحبة وهذه الثلوج التي تتساقط والأجواء الباردة. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. العراق ضد رافائيل لياو. رافائيل لياو أظهر فنيات عالية هنا. هذه المهارة تحتاج إلى لاعب موهوب، إلى ذكاء كبير حتى تنجح في القيام بمثل هذه اللقطات. جواو كانسيلو لاعب قادر على صناعة الفارق من خلال سرعته ومهارته في الملعب. أكيد عنده نقاط ضعف دفاعية، لكن عندما يكون لاعب عنده قدرة هائلة على الإبداع في الملعب واستغلال أي مساحة لابد من استخدامه في الطريقة المثلى ليستفيد منها الفريق. أيمن حسين في موقع التسلل. يحاول بكرة من ناحية الركنية، مساحة خالية على الجانب. الله على قفزة، كرة بعيدة عن المرمى. العراق لم يحاول على المرمى في هذه المباراة حتى الآن. أيمن حسين، انطلاقة خطيرة. الكلمة الأخيرة هنا كانت الدفاع اللي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف انطلاقة هجومية مميزة. نونو مينديز، كريستيانو رونالدو، اللاعب يستلم الكرة. هذه فرصة جول، يمكن القول يجرب التسديد مرة أخرى. جول لمصلحة العراق. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. واضح أن هناك عمل من المدرب بخصوص الضغط البريسنج العالي على الخصم في هذه المناطق من أجل خلق فرص أخطر على المرمى. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تقدم جاء في لحظات مهمة جدا من عمر المباراة. التركيز الآن ضروري حتى لا يرتكب الفريق أي خطأ. البرتغال يعتمد اسلوب الاستحواذ المستمر على الكرة، واللي دائما ما يخلق جدالا بين من يراه اسلوب ممل. يا لها من فرصة، سجل هدف وحيد في هذه المباراة وحتى الآن ما زال هو العلامة الفارقة في النتيجة. هدف مقابل لا شيء الآن. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرم من الكرة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يحاول تمريرها من بين المدافعين، عرض رأسية جاهزة. مغامرة خطيرة في هذه التمريرة. There will be 1 minute added time. من مسافة بعيدة. يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. بعد شوط أول نستطيع أن نقول أن هذه المباراة لم تكشف كامل أسرارها بعد. ما زال هناك الكثير في هذه المواجهة. نتيجة 1-0 غير حاسمة بكل تأكيد. نتيجة رائعة للاعبين بالتأكيد، أيضا المشجعين. مهم الآن أن يكون هناك تواصل على هذا النسق مع تصحيح أي خطأ لاحظه المدرب من خلال الشوط. العراق عنده الأفضلية 1-0 في الشوط الأول. تسديدة من بعيد، تسديدة من مسافة بعيدة لكنها لم تكن دقيقة. تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح منها الحارس بالتأكيد.
يلعب رمية التماس، تعود مرة ثانية، الدفاع منتبه هنا. العراق محاولة لصنع هجمة من خلال كرة طولية لكنها لا تنجح، ولكن أيضا أمر مبشر خصوصا أنها المرة الأولى في الشوط الثاني. تيكي تاكا مميزة ورائعة من هذا الفريق، تدخل حاسم لقطع الكرة. رافائيل لياو قد تكون هذه فرصته. انتهت الهجمة الواعدة مبكرا. هل يستطيع الحفاظ على هذا النهج حتى نهاية المباراة؟ صعب جدا في رأيي، على المدرب أن يكون حذر في الدقائق القادمة. والآن هل يضعها في المرمى؟ يا سلام على كورة في الشباك، يا سلام على حضور رائع جدا. التفوق واضح، الأهداف تتواصل، الهجوم رائع في مباراة كبيرة. هذا هو الإنهاء الرائع اللي نبحث عنه دائما. يملك مهارات كبيرة بالكرة، مثل هذه الأمور تحب أن تشاهدها في عالم كرة القدم. هذه اللي حببنا في الكرة بصراحة، مثل هذا الفن وهذه المهارات. الآن النتيجة 2-0. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. مع الضغط ينجح في استعادة الكرة. تفكير سليم هنا بإبعاد الكرة. البرتغال عنده فرصة لهجوم مرتد. كريستيانو رونالدو عازم على اختراق الخط الدفاعي بهذه المحاولة. ربما فشل في هذه المرة، لكن من يدري، ربما ينجح في المرة القادمة. ربما لو وجد الدعم من زملائه لكان لهذه الفرصة شأن آخر. بينية رائعة، هذه فرصة بكل مهارة، حطها في المرمى، حطها ولا أروع. لعبة حريف يا ولد، عمل كبير في الضغط وقطع الكرات والمواصلة من أجل تسجيل هدف. البرتغال افتك الكرة بدون أخطاء. من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال الفرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. قدم الخصم هدية مجانية. فرصة الآن، يا إلهي، جول! أي سيناريو، أي إثارة، هدف تعادل قاتل في اللحظات الأخيرة. يا جماعة الكرة اللي يلعبها تدرس، أي إمكانيات، أي مهارات، أي حرفية عالية، أي ثقة، أي أداء، أي شخصية، كل هذا فعل بطريقة تجعلنا بصراحة نعجب بهذا الأداء وهذا المستوى العالي. الثاني يأتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة. تساوت، انطلقت صافرة النهاية وانتهى كل شيء. سنذهب الآن إلى الأوقات الإضافية. الكل كان منتظر الصافرة النهائية وإعلان نتيجة تعادل. ربما الفريقان لم يرغبا في الانتصار في هذه المواجهة. تعادل مقنع للفريقين. أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. بالتالي سنذهب وإياكم إلى الأوقات الإضافية. الشوط الثاني ينطلق الآن والإثارة تتواصل. تحولت المباراة إلى الوقت الإضافي بصورة مثيرة قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل. هذه خطيرة، هذه خطيرة. يغير الاتجاه نحو الأطراف الآن. كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو
تمريرة غريبة في مكان خطير. برونو فرنانديز يتغير الاتجاه نحو اليسار. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراته. وهكذا إذا نصل إلى نهاية الشوط الإضافي الأول. الفريق اللي عنده نفس طويل، لياقة بدنية قوية وجيدة، ربما فرصة أكبر في حسم المباراة. Substitutions taking place. الفرصة الأخيرة للفريقين، وبصراحة أرى أن الإرهاق بدأ يظهر على لاعبي الفريقين. هل تبقى لديهم أي شيء من الطاقة، من القدرة على تحقيق الانتصار؟ أسئلة كبيرة سننتظر وإياكم الدقائق القادمة. تحولت المباراة إلى أشبه ما يكون بمعركة غير عادية، معركة رهيبة وإثارة كبيرة. الآن فرصتهم للمرتدة، مرت من الجميع. روبن دياز واعب مكانه بتدخلاته جيدا. كل شيء ممكن هنا، لحظة واحدة قد تصنع الفارق. ما زال كل طرف في الملعب يحاول أن يستفيد من نقاط قوته، يحاول خطف الانتصار في هذه المباراة. ما زال يمكن الفوز في هذه المباراة لو استغلوا هذه الفرصة جيدا. تقدم في هذا التوقيت راح يكون قاتل بكل تأكيد. يبحث عن زميله، يقظة في استعادة الكرة. بيدرو نيتو يطلق والفرصة، هذه هي صافرة النهاية. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، ركلات الحظ، المعاناة. البعض يعتبرها الموت البطيء كرويا. لاعبي الفريقين واضح عليهم الكثير من الإرهاق، من التعب، لكن أيضا عليهم بذل مزيد من المجهودات. بعد 120 دقيقة لم تحسب، ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس، يضع الكرة في المرمى. برونو فرنانديز حان دوره من أجل تسديد الركلة. يتصدى حارس المرمى للركلة. تصدي غير عادي من حارس المرمى، مباراة كبيرة لهذا الحارس، فرصة لتعزيز التقدم. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. الركلة الثانية، يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. فرصة التقدم بفارق هدفين، وضعها في الجانب الأيمن من المرمى. يتقدم الفريق الآن بفارق هدفين بعد التأخر بركلتين. إذا ضاعت هذه الركلة ستنتهي المباراة. سددها على يسار حارس المرمى، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. العراق يحاول تعزيز التقدم هنا. تصدي رائع، تألق الحارس في إنقاذ الكرة. رابع لاعب ينفذ الركلة. الله على اللقطة وعلى تألق حارس المرمى. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، لابد من تسجيلها ولا خسارة المباراة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراءة. البرتغال يحاول إبقاء على حظوظه قائمة الآن. كرة أخيرة تهدي الفوز للفريق. في النهاية انتصر رغم كل الصعوبات في هذه المباراة. ركلات الترجيح أكيد لعبت بالأعصاب وخلت هذا الانتصار له طعم مختلف.
for our World Charity Fund. يا لها من طريقة رائعة جدا في